اللي هو انت لسه بتاخد الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب علشان تعمل له صيانه في مركز وتنزل ويندوز عليه. لا لا لا، احنا في القرن ال 21 دلوقتي، الموضوع بقى بسيط خالص. انت دلوقتي مخليك معايا خالص، سواء اللاب بتاعك جيل اول جيل ثاني جيل 14 ايا كان، تحرق الويندوز على الفلاشه وتخش تعمل الويندوز بتاعك وتشرب الشاي، والموضوع بسيط خالص وانت في البيت، ما تحتاجش لحاجه. حتى لو الايه اللاب بتاعك قديم او جديد ايا كان، مفيش مشكله خالص، خليك معايا وتابع. اهم حاجه يكون عندك فلاشه 8 جيجا ماشي، 16 جيجا ماشي، عليها اي ابدا فلاشه بقى احط عندك. الفلاشه في مكان اليو اس بي لللاب بتاعي او للكمبيوتر اللي انا عايز احطه بالظبط. اهوت هدخل بقى الفلاشه. بالنسبه لي طبعا الجهاز مقفول، الجهاز بتاعي سواء لابتوب او سواء كمبيوتر الجهاز بتاعي مقفول. خلاص احط الفلاشه، ابدا اشغل باور. اهوت اتكت باور، اتك اف 12. ده جهاز فوجيتسو سيمنز، فالبوتنج بتاعه بيجي من اف 12. اهوت من اف 12. هيبدا من هنا الاختيارات، هختار بقى اليو اس بي اهي، اتك عليها انتر. تمام. هيبدا يعمل يخش بقى للبوتنج، بقى يحمل ملفات البوتنج اللي موجوده على الفلاش. يبدا يحمل معايا اهو. خلاص هنا هختار بقى اللغه اللي انا كنت مختارها. بقى انت عايز اللغه انجلش، خلاص خليها انجلش زي ما هي، ويو اس زي ما هي. خلاص اتك نيكست، امور سهله. اتك انستول ناو، ما في مشكله. وهنا اي دونت هاف اهوت برودكت كي، دي نسخه من الموقع الرسميه. هل لو هنزل النسخه البرو ما فيش مشكله. نيكست على كده اهو. هنا هختار اهوت اي اكسبت ذا ليسنز. نيكست. هنا الكاستم، عايزك بقى تركز معايا في الخطوه دي، مهمه جدا بالنسبه لي. انت لو مركب هنا اكتر من هارد فهيظهر لك اكتر من هارد، فانت شوف انت هتنزل نسخه على انهي هارد فيهم. ده درايف كام؟ 0. لو انت مركب هارد تاني كمان هتلاقي هنا درايف 1، هتلاقي الهارد ثالث يبقى درايف 2 وهكذا. فانت شوف هتنزل النسخه على انهي هارد، وركز في الخطوه دي كويس جدا. طيب انت هتنزل النسخه على الهارد ده. طيب مهم جدا بقى بالنسبه لي ان انا الهارد ده اعمل له لو الديليت دي متنشطه اتك على ديليت، ما تعملش فورمات. ديليت لو متنشطه وانت فرمت، ولا لو انت دلت السي ولا قدر الله ما طلعتش السي بعد كده، لا انا ممكن اعمل لك استرجاع للبيانات بطريقه سهله جدا. لو عملنا فورمات البيانات بترجع بس بطريقه صعبه جدا، فخلينا في الديليت بعد كده. دهيت اعمل لها ديليت واكمل نيكست على طول، بس مش اكتر. هتعمل ديليت للسي النسخه القديمه بمشتملاتها بحاجتها، وهتعمل نيكست. هيبدا يعد معاك بقى من 0% في المرحله الاولانيه. خلاص خلص. هيبدا يعمل كوبينج بقى للملفات اللي موجوده على الفلاشه. واخد بال حضرتك؟ هيبدا يعمل ملف الكوبينج بقى يخلصها ومع نفسه، وانت بقى عيش حياتك بقى براحتك. عايز بقى تشرب الشاي، تشوف بقى الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها براحتك. هيخلص وده بقى معاك برضه. خلاص كده خلص مرحله الكوبينج. خلاص هيخش بقى على مرحله الانستوليشن فيتشرز، وبعد كده خلصها يخش على الانستولينج ابديتس زي ما انت شايف كده بالظبط. ما بنتكاش على حاجه وبنعمل اي حاجه، هو بيخلص مرحله يخش على المرحله اللي بعديها. كده هيعمل بقى ريستارت عشان يبدا يكمل بقى الخطوات برده مع نفسه. انت بقى حابب في المرحله دي خلاص بقى تشيل الفلاشه، شيل بقى الفلاشه بتاعتك. خلاص كده دورها خلص خلاص. يعني هيبدا كده يعمل من غير فلاشه، هيكمل كده عادي خالص من غير فلاشه والامور بسيطه. يبدا يحمل اهوت عادي. خلي بالك انا شايل الفلاشه خلاص، ما عادش لها دور اهي، ما عادش لها دور خلاص.
هنا بختار النكست اهوت، خلاص يس، واضحه معاك جاست ا مومنت اهو خلاص. بختار برضو يس برضو، وهنا بختار سكيب. تمام، مش هربط انترنت دلوقتي، اعمل له بقى ايه اي اكسبت اي دونت هاف اهيت انترنت. نفس القصه برضو كونتين ويز ليميت سيت اب، وهنا هروح لاكسبت. خلاص كده ايه، خلص معايا الخطوات بطريقه سهله وبسيطه، والامور بسيطه جدا جدا زي ما انت شايف. اكسبت بس. هذا الموضوع كله، النسخه نزلت، امورها بسيطه خالص. ابدا بعد كده بقى اعمل بقى تعريفاتك وبرامجك، امورها برضو سهله. نخليها في فيديو تاني برضو ولا حاجه ان شاء الله علشان ما نطولش عليك. يبقى انت كده خلاص نزلت الملف من على الموقع، حطيته على الفلاشه، سطبت من الفلاشه، احتفظت بيها، خلاص كده الامور بالنسبه لك سهله، تعملها براحتك بقى في اي وقت. اي استفسار انا معاك بقى على تواصل في التعليقات وفي الكومنت. شكرا لكم.